لما بيبدأ يبصلي يحس ان هو مش منجز في عيني او انا مش راضية عن خطواته، بيبدأ يحس انه انا مش مرغوب. مساء الخير. بص، كنت بتكلم مع حد فبقولها انتي كويسه الدنيا تمام بالنسبه لك، فقالت لي لا انا حاسه ان انا مش مطمنه علشان حاسه ان انا ما بنجزش او انه في اخطاء او حاسه ان مفيش حاجه جديده. والحقيقه ان دي حاجه احنا بنقع فيها كلنا وبنعلمها لاولادنا، ان اطمئناننا او ان احنا نبقى كويسين او ان احنا نبقى مرتاحين بمدى انجازنا او مدى رضانا عن اللي بنعمله. حتى الرضا عن اللي بنعمله مرتبط بايام الصح اللي احنا بناخدها، وده مع الوقت بيحطنا في ضغط ولود رهيب ونقد زياده، بنحس ان احنا مطفيين او حتى واحنا بننجز مش مستمتعين بالانجازات اللي احنا بنعملها. وده احنا ممكن نعلمه لاولادنا بان انا اعززه على كل انجاز هو بيعمله. طب لو ما عملش انجاز او اخطا او اخفق لمده طويله، لان هو ربنا مش كاتب له التوفيق دلوقتي او التوفيق هيجي في وقت بعدين. لما بيبدا يبصلي يحس ان هو مش منجز في عيني او انا مش راضيه عن خطواته، بيبدا يحس انه في حاجه غلط او انه انا مش مرغوب، يحس انه منطفي، ان انا ما عنديش طاقه، مش عايز اكمل. المفروض نعلم ولادنا من الاول ان احنا ليس لنا من الامر شيء وملناش غير ان احنا نسعى، وفي الاخر التوفيق، النجاح، الانجاز، تحقيق الاهداف كخطوه هي ممكن تيجي او ما تجيش، مش بتاعتي، دي بتاعت ربنا. انا كل اللي عليا ان انا اسعى، ان انا اعمل الخطوات اللي في وسعي ان انا اعملها، وانه لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انا بمشي وبس. في وقت من الاوقات انا محتاج ان انا اقف واقول ان انا تعبت. في الوقت ده او في وقت عدم التوفيق انا محتاج انه اكون حاسس بالاعتزاز بنفسي، حاسس انه مفيش حاجه ناقصاني او مفيش حاجه انا المفروض اعملها، وانه كل الامور على ما يرام. انا محتاج امشي او ان انا اسعى بس بدون اي شعور سلبي ممكن ياثر عليا او على نفسيتي. انا مرغوب في كل حالاتي ايا كانت هي ايه. يا رب دايما بخير، ويا رب دايما اصلا بخير، ودمتم بخير.